السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي أنا مطبخ أم يارا. هنعمل مع بعضينا السمك المقلي بطريقة جميلة جدا. اللون المظبوط اللي هو اللون الذهبي اللي احنا بنحبه في السمك، وكمان القرمشة اللي احنا بنطلبها دايما لما تكون نعمل سمك جميل كده هو في العزومات أو أي حاجة. هنعمل مع بعضينا وصفة جميلة جدا، معاها كمان رز صيادية، وهنعمل كمان سلطة طحينة بطريقة سهلة ومبسطة جدا. هنبتدي مع بعضينا وصفتنا جميلة. أهم حاجة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. إن شاء الله هنبتدي وصفتنا بالتوابل اللي احنا هنحطها أو البهارات اللي احنا هنحطها عشان نطلع الأكلة حلوة ومظبوطة. هنبتدي ب10 فصوص من الثوم، معلقة كبيرة من الكمون البودر، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البابريكا، وهنحط معاها معلقة صغيرة كمان من الكاري، وهنحط معلقة كبيرة من بهارات السمك، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونضيف معاها كمان معلقة صغيرة من البصل البودر ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ومعانا الشطة الحمرا دي، ولازم الشطة حمرا وشطة خضرا، حوالي 4 وحدات من الشطة الحمرا والخضرا اللي هي الشطة القرن. وتجيبي ليمونتين كده يكونوا معصورين كويس خالص ومطلعين منيهم البذر. هنبتدي بقى اول حاجه نعملها ان احنا هنحط كل المكونات في الكبه بتاعتنا، وهنحط عليها الليمون، وهنحط عليها كل البهارات والثوم وكل حاجه احنا عملناها مع بعضينا او جهزناها مع بعضينا عشان نعمل تتبيله السمك اللي انت هتشوفيها بعد شويه. وبعد ما ضربناها بالكبه طلعت بالشكل اللي انت شايفاه دي، يعني هي سايله كده حلوه، عشان خاطر نعرف نعمل بيها تتبيله السمك بتاعتنا. معانا 2.5 كيلو من السمك البلطي، وكمان وحدتين كده من السمك الساموس زي ما انت شايفاها كده، بتدي طعم جميل جدا كمان السمك الساموس معانا. هنجيب السمك بعد ما نضفناه كويس خالص بالمية والملح وسبناه شوية عشان ينضف بالشكل ده، ونضفناه من بره ومن جوه. وبعدين قطعناه بالسكينة فتحات بسيطة كده، قطعناه بالشكل ده ليه؟ عشان خاطر احط فيها تتبيلة السمك بتاعتنا، وعشان خاطر كمان تتشرب التتبيلة بتاعتها. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من بره ومن جوه قطعنا كل السمك كده. ولو حابة ان انت تشيلي الديل او الراس براحتك يعني. اخدنا معلقتين من الخلطة بتاعتنا عشان خاطر نعمل بيها الوصفة التانية اللي هتشوفيها بعد شوية. جبنا بقى التتبيلة بتاعت السمك اللي احنا عملناها مع بعضينا، وحطيتها كلها في الفتحات اللي انا فتحتها في السمك، وكمان حطيت في السمكة من بره ومن جوه كده لغاية ما خليتها بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. يعني هي اللون الصراحة جميل جدا، المكونات اللي حطيتها جميلة جدا. هنجيب برضو عشان نعمل الدقيق، يعني اللي هي الخلطة اللي من بره بقى عشان تديكي اللون والطعم والقرمشة اللي انت حباها. هتجيبي معلقة كبيرة من بهارات السمك، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح، وهتجيبي كوبايتين من الدقيق. لو حابة ان انت تقللي كمية الدقيق براحتك، لو حابة ان انت تزودي القرمشة ممكن تضيفي معاها يعني معلقتين من النشا الابيض عشان خاطر تديكي قرمشة زيادة، لو انت حابة ان انت تخلي السمك مقرمش معاكي بالشكل اللي انت حاباه. هنحط بقى السمك بتاعنا كله كده في الدقيق زي ما انت شايفاها كده، وكمان السمك الساموس برضو جميل جدا. بعد ما حطيت له الدقيق، وعايزه اقول لكم ان الطعم طلع خرافه والله جميل جدا. اهم حاجه تعملي ايه، تمشي بالظبط على المقادير وعلى الوصفه. ولو حابه ان انت تزودي الكاري عشان تديه اللون الذهبي الزياده يعني، تحط لها معلقه صغيره من الكاري عشان تديكي اللون الذهبي. بعد ما تضيق بقى، بعد ما عملنا كل السمك بتاعنا وحطيناه في الدقيق زي ما انتم شايفين، هنبتدي بقى في الوصفة التانية بتاعتنا، وهنعمل الرز الصيادية بطريقة جميلة جدا، بطريقة المحلات عندنا في أسوان. يعني احنا السمك بنحبه جدا، السمك البلطي في أسوان، فاحنا حابين ان انا اعمل لكم يعني الطريقة زي طريقة أسوان بالظبط، وان شاء الله تعجبكم. هنجيب 3 معالق من الزيت، اي زيت نباتي، زيت عباد الشمس او اي حاجة، وهنحطه على نار متوسطة بالشكل اللي انت شايفاها دي. وكمان هنجيب بصلتين صغيرين كده مبشورين، بشر ناعم يعني، وهنحط عليها اول ما تحمر شوية او تدبل شوية البصلة، هنحط عليها معلقة كبيرة من السكر عشان تتكرمل معانا، تبقى مكرملة كده ولونها حلو.
هنبتدي بقى نحط البهارات بتاعتنا كمان عشان تدي برضو نكهة وطعم جميل جدا. هنجيب معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، ولو حابة ان انت تحطي معاها كاري تحطي كاري عشان خاطر بهارات السمك فيها كاري. لو حابة يعني ان انت حطي معلقة صغيرة من بهارات الكاري. هنجيب بقى معلقتين من الخلطة اللي احنا شلناها، بس قبل كده هنجيب كوبايتين من المية. هنحط كوبايتين من المية على النار، واول ما يغلي معانا كده مع الخلطة اللي احنا عاملينها دي هنضيف بقى الرز بتاعنا مغسول ومتصفي كويس خالص. هنحط الكمية بالمعلقة لغاية ما يبقى الرز اقل من المية بحوالي كده عقلة صباع او اكتر من عقلة صباع بشوية. يعني هنفضل نحط الرز كده لغاية ما نشوف الكمية وصلت لغاية فين، وزي ما انا قلتلك كده بنحط شوية بشوية لغاية ما تبقى اكتر من عقلة الصباع زي ما قلتلك من شوية. هنقلب كويس خالص المكونات دي مع بعضيها، واول ما تغلي كويس يعني اول ما تبتدي ان هي تغلي هتوطي عليها النار. يعني شمعة زي ما بيقولوا ايه يعني خفيفة جدا، النار تبقى خفيفة جدا. تمام ما تبقاش عالية خالص معاكي. كمان هنستنى عليها، هي مش هتاخد وقت كتير معانا، يعني هي اقل من نص ساعة ان شاء الله هتكون استوت السوا الحلو اللي احنا بنحبه. كمان هنبتدي نعمل السمك بتاعنا هنحمره بالشكل اللي انت شايفاه. كمية الزيت بتفرق جدا يا جماعة مع السمك، احنا ما نكترش كمية الزيت خالص. يعني تكون الزيت واصل لغاية نص السمكة، يعني النص الفوقاني ما يكونش محصلها الزيت بالشكل اللي انت شايفينه ده. هنقلب بقى اول ما نحس ان هي واخده التحميره الحلوه كده، هنقلبها زي ما انت شايفه كده، وان شاء الله هتطلع حلوه معاكي زي ما طلعت حلوه معايا. وكمان هتوطي عليها النار شويه عشان تطلع تحميره حلوه معاكي مستويه من بره ومن جوه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده السمك بعد ما طلعناه. شايفه اللون عامل ازاي والشكل كمان والطعم والله جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. وده الرز كمان بعد ما استوى كده بالشكل ده برضو طالع جميل ومستوي خالص زي ما انتم شايفينه، واللون كمان جميل جدا بالطريقة اللي انت شايفاها دي، لون ذهبي كده حلو. وكمان الطعم بتاعه جميلة جدا مع خلطة السمك اللي احنا عملناها. البهارات بتاعت السمك يعني بتبقى شكلها حلو خالص. وده طبعا السمك الساموس كان لسه ما استواش وهو استوى. لونه ذهبي وجميل جدا. وطعمه بيبقى جميل جدا زي السمك البلطي. وده الشكل بعد ما طلعناه كله كده، وحطيناه بقى زينا الطبق كده بالجرجير زي ما انت شايفة، وبالليمون بقى شرايح من الليمون، وكمان حطينا الرز بتاعنا رز الصيادية، وعليه كمان سلطة الطحينة جميلة جدا مع بعضينا، وصفتنا جميلة جدا. هستنى الصلاة على النبي في التعليقات إن شاء الله تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد عشان يحصل لنا البركة بس في قناتي إن شاء الله بإذن الله. وكمان ما تنسوش إن انتوا تشيروا الفيديو بتاعي لأكبر عدد ممكن من الناس، وأتمنى يا رب إن الفيديو بتاعي يعجبكم. دي وصفة بسيطة جدا ليكم انتوا حبايبي، وإن شاء الله بإذن الله أعمل لكم كل الوصفات اللي انتوا بتحبوها. وأتمنى يا رب إن شاء الله كده قناتي توصل ل5000 مشترك. أنا قناتي طبعا لسه صغيرة، فأتمنى إن هي توصل ل5000 مشترك. أنا موافقة يعني حلو الحمد لله. ولايك بقى واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان لو عايزين اعمل لكم اي وصفة انتوا تحبوها ان انا اعملها لكم على قناتي قولوا لي عليها في التعليقات وانا هعملها لكم على طول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أم يارا.